المكان هذا موقع سياحي جدا جميل. ما يجي زائر لمنطقة جيزان إلا لازم يمر يتفرج على أطلال قصور الأدارسة اللي كانوا حاكمين المملكة قبل الحكم السعودي. بس غريبة ما ترمم. والله هي لأنه يعني كانت أطلال، والآن يعني هيئة السياحة الله يعطيها العافية قامت ببناء السور هذا المحافظة عليه. ايه نعم. يعطيك العافية. المبنى هنا تقريبا في 15 غرفة. ايه مبنية على واضح حجمه. اي نعم. في بعدين تمازج في طرق البناء ما بين المغربي والاندلسي وايضا التهامي والجبلي والساحلي. طب الحجر هذا ايش الاسود؟ الحجر هذا مجلوب من، هي حجار بركانية جلبوها من جبل عكوة. جبل عكوة يبعد من هنا تقريبا 15 كيلو، ففي ذاك الزمن كانوا ينقلوها على ظهور الجمال إلى هنا. وكان فيه مصممين أيضا قادمين من المغرب العربي اللي عملوا نقوش. نعم، أقواس ونقوش موجودة في النواحي الثانية للمبنى. طبعا الأدارسة أصلهم من المغرب، جايين من المغرب، وهم بالنسبة إلى إدريس بن عبد الله الأول الذي يصل نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك جاء اللي هو محمد بن إدريس الذي أسس الإمارة الإدريسية في منطقة صبيا. طبعا كان ودي أدخل وأصور من داخل، لكنه مغلق بهذا الشكل، محطوط عليه جدار كامل. ولو نلاحظ النقش، طبعا هذا النقش هم حاطينه كنوع من النقوش الموجودة داخل قصور الإمارة الإدريسية. نفس النقش الموجود في المغرب موجود هنا في هذه القصور.